مصر ايه؟ بصي لي 25 الجاي، بصي في الكاميرا. يوم 25 الجاية شباب مصر كلها بأكملها على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط ينزلوا يعملوا مظاهرة من جديد عشان ياخدوا حقوقهم وحقوق الشباب اللي هي توفت دية الشهداء وحقوق الشباب اللي مش لاقية شغل وحقهم. الرسالة بقى حضرتك تقوليها لمبارك والعدلي. ومبارك الرسالة دي لمخصوص لحسني مبارك وحبيب العدلي وأعوانه والضباط الستة ومشير طنطاوي. ومشير طنطاوي فوقهم هم كلهم، فوق المجموعة دي كلها مشير طنطاوي. تقول لهم ايه عشان الثورة دي تهدى والشباب دي تهدى. عايزين حقوقنا الدم والقصاص من الناس ديت. ولو مشير طنطاوي ما جابلناش حقوقنا من الدم والقصاص من حسني مبارك وأعوانه، واللي هو كل يوم بمختار بالطيارة رايح جاي كل يوم تتكلف بنص مليون ولا مليون الطيارة دي، لا شباب مصر أولى بيها. حرام عليك شباب مصر اللي ضيعتها في التحرير وفي محمد محمود وفي مزبيرو واسكندرية وفي كل البلاد، وأول شهيد مصطفى رجب في السويس على مستوى الجمهورية. دي رسالة للمشير، رسالة حضرتك لمبارك والعدلي تقول لهم ايه؟ نفس لهم كلمة الكلام. تقول لهم ايه؟ نفس الكلام. عايزين حقنا منيهم القصاص، عايزين الدم وعايزين القصاص من حسني مبارك. هو حسني مبارك وحبيب العدلي، ويا اما يجي ياخدوا التعويض ده اللي هم بيدوه للناس لاهل الشهداء ياخدوه مننا احنا ودون عيل من عيالهم، 2 من عيال مبارك و2 من عيال حبيب العدلي، وكل ضابط مع ابن كل واحد ليه شهيد ياخد عيل من عياله. كل ضابط معاه ضابط ضرب النار ياخد واحد من اولاده، ناخد واحد من اولاده. والضباط اللي طلعوا براءه من السيده زينب دول برضك هم الحكم مش عادل. مفيش حكم عادل في المحكمة، عشان لو في حكم عادل في المحكمة الضباط دي ما تطلعش براءة في الشباب اللي بيجي زي الفل وموتوهم دول. منهم طارق ده كان بيصور بالكاميرا تحت الشجرة وجات له طرقة من الضباط دوت كان بيستعد على الاسم. دول تتضرب قبل ما يستعد على الاسم ولا على اي حاجة. هما ضربوا الشباب ديت قبل ما يستعدوا على اي مكان يخربوه ولا يعملوا فيه حاجة، وبيقولوا عليهم بلطجية. ده هم الناس الكبيرة اللي قاعدة على الكرسي دي هم البلطجية وهم اللي بيعملوا البلطجية. حضرتك هتشاركي في الثورة؟ نعم هشارك في الثورة يوم 25 يوم 25 عشان مش حاسة ان في حاجة حصلت. لا هشارك في الثورة وانا مستعدة ان هم ينغموني كده واروح في اكبر مكان يكون في اكبر الناس واكبر الرؤساء وافجر نفسي فيه. انا ماليش لازمة من ابني ولا ابني معايا ولا جوزي معايا، وكل واحدة من البنات هتتجوز وهتبقى مع راجل انا ماليش لازمة خالص من غيرهم. البقاء لله وربنا يرحمه. وشكرا لحضرتك.